Hey guys, عيد مبارك للجميع. بهيدا الفيديو حبيت اعلمكم هيدا اللوك اللي هو شوي سموكي سوفت مع جليتر على لون مخضر موفي للعيد اكيد. فاذا حابين تتعلموا كيف تعملوا هيدا اللوك بليز تابعوا الفيديو للاخير وما تنسوا تتابعوا الفيديوهات الباقيين عن العيد. See you guys. So guys, بدي ابدا اول شي by pushing my hair back، يعني بدي بعد وجهي عن شعري، بدي بعد شعري عن وجهي. وهلا حنبدا دغري بالتوتوريال. اللي حاعمله اول شيء اني حرطب بشرتي وراح استعمل هيدا البريمي كرو اويل من كودالي، وهيدا الاويل بيجنن. سوري اذا كتير عم بتطلع على الفيو فايندر بس لانه ماني كتير متعوده، صار لي زمان ما صورت يوتيوب توتوريال توك ثرو. راح استعمل هيدا الكودالي الكسير بريمي كرو، وهيدا راح يرطب لي بشرتي منيح وححطه على كل ماي فيس. وهلا بدي ادمجه منيح ببشرتي. نكست حبلش بالعيون. رح اخذ الكونسيلر من تارت اللي هو تارت شيب تيب كونسيلر بالدرجه لايت ميديوم، وما حكيت عنه لهذا الكونسيلر بعد على اليوتيوب بس كتير ام obsessed with it اخر فتره، ما عم بستعمل غيره. بعد ما حطيت الكونسيلر على كل جفني حثبته بالكرايولين ترانسلوسنت باودر، صار لي زمان بستعملها لهالباودر وما بستغني عنها. ولثبته رح استعمل مورفي M438 برش، وكتير بحب استعمل مورفي برشز لانه بحسهم كتير رخاص وكتير هين استعملهم، وبنفس الوقت وبرهم بجنن. وللصراحه هن من البرشز المفضلين عندي تو بي اونست. بعد ما ثبتت الجفن منيح، هيدي الطريقه بتهين دمج الاي شادوز. رح بلش دغري بماي اي شادوز، وعم بلش بسنجل كولر بوب شادوز. wait I'm gonna show you. في عندي كذا واحد. انا I'm gonna start بهذا الشيد اللي اسمه بيل، هو لون هيك على رمادي شوي، رمادي موفي. مثل ما نكون شايفين عم بركزوا اكثر شيء بكسرة العين، وعم بروح وارجع لزاوية العين، بس عم بركز اكثر شيء على الطرف البراني من العين. بعد ما خلصت هذا الاي شادو رح انتقل للون تاني من ميك اب كيك اللي اسمه كي بوب بيفرلي، هو لون كمان على موفي شوي. رح ركزوا بكسرة العين بس بطريقة شوي أدق. هيدي البرش من مورفي كمان. مثل ما نكون شايفين عم برسم طريقة الاي شادو بطريقة دائرة، ما بدي كتير اعطي سحبة للعين، بدي اللوك يكون مدور على الجفن وعلى الكسرة. اذا انتم بتحبوا سحبة العين وبتحبوا الاي شادوز تبعونكم يكونوا مسحوبين فيكم تسحبوا للاي شادو شوي لبرا، بس انا بفضل لا. بهيدا اللوك حابة ركز على الوان الاي شادو ومش على شكلهم على العين. بس هلا رح ارجع للاي شادو الرمادي اللي اسمه بيل، وعلى بيج بلندنج برش بدي ادمج كل الالوان منيح ببعضها. نكست رح استعمل هيدا الاي شادو اللي اسمه امريكانو من ميك اب كيك، وبدي ركزه بطريقه كتير بسيطه على كسره العين بس لحتى نغمق كسره العين ونحددها شوي اكتر. وهيدا الاي شادو كمان فيه purple undertones فكتير بيلبق مع الالوان اللي انا حاططها اوريدي. هنا حانتقل لهيدا الاي شادو من كمان كولر بوب اسمه سوكي شي، هو لون على لمعة مخضرة شوي على موفي. It's beautiful. وبفلات برش من زويفا بالرقم 234 رح رش شوية فيكس بلس عليها، واخد هيدا الاي شادو وحطه على الجفن المتحرك. حتشوفوا قد ايه هيدا الاي شادو رح يضوي العين بس بنفس الوقت لونه غامق، فبيطلع كتير حلو للمناسبات وللعيد اذا حابين تضووا وتبين. هلا I'm gonna finish the rest of my face. رح اخد وايبس ونظف تحت عيوني من كل شيء هر من الاي شادو.
ورح انتقل للفاونديشن، والفاونديشن رح استعمله اليوم هو الجورجيو ارماني باور فابريك فاونديشن، وببيك زويفا برش بالرقم 107. رح ادمجه على كل ماي فيس. كنت استعمل هيدي البرش للباودر، بس هلا عن جديد بلشت استعملها للفاونديشن وخوتت. مثل ما نكون شايفين عم بحط الفاونديشن بطريقه دائره على بشرتي. بهالطريقه انتم بتدمجوه منيح وبتتاكدوا انه ما حيصير فيه فاين لاينز على وشكم من الفاونديشن. بحب ارجع استعمل بيوتي بلندر فوق وجهي بس لاتاكد انه ما في ابدا خطوط وفاين لاينز. هلا راح ارجع للكونسيلر وراح استعمل التارت شيب تيب كونسيلر. وراح ادمجهم بطريقه الدق بالبيوتي بلندر. هلا راح ثبت كل شيء بالكرايولون ترانسلوسنت باودر. للبلاش حاستعمل نارز امور بلاش، هو لون مزهر شوي، وهيدا اللون المزهر كتير رح يعمل كومبلمنت للالوان الموف اللي على العيون. هلا لتحت العين رح ارجع لكي بوب بيفرلي. نكست رح ارجع لبيل وادمج هول اللونين سوا. هلا الستيب المهمه، رح اخذ ريشه سوبر رفيعه من مورفي بالرقم 160 ورح رش عليها كتير فيكس بلس، بدنا اياها تكون سوبر مبلله. اندن رح اخذ اللون اللي بلمع اللي حطيته على الجفن المتحرك وحطه بقلب العين، وهيدا الشي كتير رح يضوي العين. نكست للحواجب رح استعمل اناستازيا براو باليت، ورح استعمل اللون الدارك براون لحتى اعبي حواجبي. فور هايلايت رح استعمل هدى بيوتي جولد ساندز باليت، ورح بلش اول شي باللون اللي اسمه فيجي اللي هو كريم، وبماي تو فينجرز رح بلش دقدقه على كل خدي، وبعدها رح اخد الهايلايت برش من اناستازيا بيفرلي هيلز بالرقم A23 ورح اخد اللون اللي اسمه سيشلز وركزوا دغري فوقه. شفتوا هالهايلايت حلو على النوز، اكيد فوق الحواجب، فوق الشفة وعلى الدقن. هلا فور ماسكارا راح استعمل تو فيس بيتر ذان لوف ماسكارا. اذا انتم ما بتحبوا رموش فيكم بس تحطوا ماسكارا وبيكفي، بس انا حابه احط رموش لهذا اللوك. والرموش اللي حاستعملهم هن من بينكي جوت وهن بالستايل دانيا. رح استعمل تو فيس ماتد مات باللون كوين بي. وهذا كان الفينش لوك جايز، بتمنى يكون عجبكم وعيد مبارك للجميع. حبيت اعمل شي ناعم بس فيه جليتر شوي وعاطي هيك شوية سموكي، بتمنى يكون عجبكم. واذا حابين تعرفوا كل الديتيلز من وين ماي توب، ماي ايرينجز، ماي نيل بولش وكل التفاصيل رح اكتب لكم، وتفاصيل الميك اب والبراشز رح اكتب لكم اياهم بالديسكربشن بار تحت، فميك شور انكم تراجعوا ولا الديسكربشن بار. بتمنى تنبسطوا بهذا العيد وان شاء الله بشوفكم بماي نكست فيديو. وما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتابعوني على all my social media اللي هن انستغرام، سناب شات، فيسبوك وتويتر، حط لكم اياهم here. So I will see you in my next video. Bye bye guys.